السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاقتراح ديال اليوم هو صراحه ساهل واقتصادي وكيجي رائع بريوش. بيضه وحده ونص كاس ديال الحليب. ممكن اننا نوجدوا واحد الطبسيل هماوي لا للضياف ولا حتى لوليداتنا الفطور ديال الصباح والكوتي. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير كي ديما. وعلى بركه الله غادي نبداو بواحد نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء، يكونوا دافيين شويه باش تفاعل لينا معاهم الخميره. وغادي نديروا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وغادي ناخذوا 3 المعالق ديال السكر سنيده. البنات انا درت 3 المعالق ديال السكر. الحلاوه هي هذيك، خاصه اننا غادي هاد البريوش غادي نديروا فيه الشوكولاط من الداخل. اللي كتبغي البريوش زيد شويه في الحلاوه فتزيد واحد المعلقه ما تفوتهاش باش يجيكم البريوش يعني المذاق ديالو ما يجيش مسكر بزاف. غادي نضيفوا 3 المعالق ديال الدقيق، وغادي نخلطوا المكونات ديالنا وغادي نغطيوهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى تفاعل لينا الخميره مع هاد المكونات. ومن بعد البنات غادي نخلطوا المكونات واحد شويه غير بالطراب اليدوي، وغادي نضيف واحد البيضه، ماشي البيضه كامله البنات، غادي نضيف فقط بياض البيض. وصفرت البيضه البنات غادي نخليوه حتى ندهنوا به البريوش. كي قلت لكم راه بريوش اقتصادي والله الا كيجي زوين بزاف بزاف، كيجي بنين وكيجي مفشفش يعني هكذا كيجي طالع. وغادي ناخذ واحد نص كاس ديال الزيت مذوبه فيه معلقه ديال الزبده باش يبقى لنا البريوش ديالنا اطول مده ويبقى رطب. وغادي نضيف البنات الدقيق. دقيقه البنات انا هنايا راه مغربلاه قبل. البنات هذا البريوش هذا هز معايا 4 الكيسان ديال الدقيق بهذوك 3 المعالق اللي ضفت في الاول. نتوما غديروا 3 الكيسان والكاس الاخراني بالطبع تبقاو تزيدوا بشويه بشويه حتى تشوفوا شحال غادي يهز معكم. المهم القوام ديال العجين ديالنا كيجي شويه، ما كيجيش كيجي العجينه كتلصق باش كيجيكم البريوش ناجح. غادي نستعملوا هنايا يدينا نحيدوا الطراب، وغادي كي قلت لكم نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. غادي نضيف هنايا واحد نص واحد الفاني نسيتها ما ضفتهاش من الاول، نتوما ضيفوها في الاول. وخماره. وغادي نبدا نجمع البنات في العجينه ديالي غير بيديا، غادي نعجنو غير بيدينا. الا بغيتي خصي تعجني بعجانه ممكن، غير هو هاد الوصفات هادو من الاحسن كنبغيو نعجنوهم بيدينا باش كنتحسوا العجينه فين غاديه وباش ما نقصحوش العجينه بزاف. هاد الوصفات البنات خاصه ديال البريوش كيبغيو العجينه تكون شويه كتلصق باش كيجي البريوش ناجح وما كينشفش دغيا. الا درنا العجينه قاصحه البريوش ديالنا النهار الاول كاع الثاني كيبدا كينشف. فما تخليكمش الا كانت العجينه كتلصق راه هكذا كتكون ناجحه. ونبدا كنضيف الدقيق غير بشويه بشويه البنات. كي قلت لكم انا هنايا البنات راه تقريبا عندي هنايا 4 الكيسان اللي استعملت في هذا البريوش. 3 الكيسان ونص استعملتهم دابا، ودوك 3 المعالق اللي كملت 4 الكيسان تقريبا اللي استعملت في الاول. غادي نجمع العجين ديالنا وهذا هو القوام ديالها، ما خاصهاش تكون مدايره بزاف قاصحه وبالطبع ما تكونش مرخيه بزاف، تكون تتلصق واحد شويه في اليدين. ونغطيها ونخليها تختمر مزيان باش ينجح معنا البريوش ديالنا. من بعد ما البنات خمرات تقريبا انا خدات معايا تقريبا هنا واحد خليتها واحد ساعه المكانه حتى خمرات مزيان وطلعت. غادي نحيد منها الهواء وغادي نقطعها كيف كتشوفوا هنايا على حسب الحجم اللي بغيتو. انا البنات هنايا راه قطعتها وعاود زدت نقصت من هاد الكريات جاوني كبار شويه نقصت منهم.
وغادي نشكلوها البنات بهذه الطريقه هذه. انا هنايا استعملت البنات الشوكولاط، ما عنديش الشوكولاط ديال الدهن. الا عندكم شوكولاط ديال الدهن استعملوه، ما عندكمش كي ديما كنقضيو بداك الشيء اللي كاين عندنا. استعملوا هذا حتى هو راه قاضي الغرض. غادي نسرحوا البنات العجين ديالنا بحال هكذا على شكل طولي، وكندير في القلب ديالو هذا الطريف ديال الشوكولاط. الا كان عندكم الشوكولاط ديال الدهن فصراحه كيجي حسن، كديروا واحد معلقه تكون شويه عامره باش ملي كتحلي البريوش كتلقايه عامر بالشوكولاط. صراحه هذا الاقتراح غادي يحماقوا عليه الوليدات. وكنستمر البنات بهذه الطريقه هذه. كنجمع البنات العجينه مزيان باش ما يخرج ليناش الشوكولاط من الجوانب. وغادي نستفوه في الطاوه ديالنا اللي غادي ندخلو الفرن. ندهنوا البنات البريوش ديالنا بصفار بيضاء اللي خلينا. زدت عليها هنايا شويه ديال الحليب وطربتها مزيان. ممكن انكم تزيدوا شويه ديال الخل الا بغيتوا تحيدوا الزنخه ديال البيض، ولا شويه ديال نيسكافي حتى هي كتحيد ديك الزنخه ديال البيض. غادي ندهنوهم بالبيض ورشوهم. انا رشيتهم هنايا بشويه ديال اللوز ايفيلي، لكم الاختيار، ديروا جنجلان ولا الكاوكاو ولا اللي متوفر عندكم، وممكن تخليوهم غير هكذا حتى يخرجوا. كندهنوهم بشويه ديال المربى ولا شويه ديال العسل، ونزوقوهم ولا نزينوهم باش ما بغينا وباللي متوفر عندنا بالطبع. ونخليوهم يخمروا تقريبا واحد نص ساعه. الا كان الجو بارد ما كان الحال سخون نخليوهم غير واحد 10 دقائق وندخلهم الفرن بالطبع يكون مسخن. البريوش ديالنا كيف كتشوفوه جا رائع، جا زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه. نتمنى البنات انكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، بارطاج الفيديو اللي عجبكم. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وشكرا على تشجيعاتكم. اللي ما مشاركاش معنا مرحبا بك، دخلي وضغطي على زر الاشتراك، وما تنسيش تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.